بجد لازم تجربوا الميكس ده خطير. مش هتعرفوا اذا كانت كيك ولا بسكويت، حاجه كده تحفه اسمها كروكي. دي وصفه جزائريه بس خطيره خطيره. هتاكلوها مع كوبايه شاي كرك او كوبايه شاي بلبن او كوبايه نسكافيه او كوبايه قهوه. حاجه كده خيال، تحفه جدا، لازم تجربوها. كملوا بقى الفيديو ولا تنسوا اللايك والشير. اول حاجه معايا بيضتين بدرجه حراره الغرفه، هنزل ونص معلقه صغيره فانيليا او كيسين باودر، كوبايه سكر، نص كوبايه زيت. نضربهم كويس جدا جدا جدا. معايا هنا 3 كوبايات دقيق ومعلقه كبيره بيكنج باودر. هقلبهم كده مع بعض. هنزل بقى بالمكونات اللي انا ضربتها في الخلاط والم العجين ما بنعجنوش. وبعد ما عجنتها هاخد نصها كده في طبق لوحده. ادي كده معايا نص ابيض ونص ابيض برضو، بس احنا هنا هنضيف معلقه كبيره كاكاو خام اسباني ونعجنها كويس قوي. وهنا الابيض هضيف عليه معلقه كبيره من دقيق والمها برضو هي كمان. قطع البيضه هقسمها ل4 كده بالنص، ناخدها من النص كده كده. وهفرد كل واحده رول طويل جدا. هفردها رول بقى كده وهفردهم كلهم بنفس الشكل ونفس الحجم. ونفس الكلام في العجينه ام شوكولاته من النص ونقسمها مرتين كده، وهنعملها رول برضو نفس الكلام. وهعمل دي برضو نفس الكلام. اهم حاجه بصوا، انا عايزه اوريكم حاجه. لما نيجي نرص بقى الابيض هنعمل مسافه، عشان احنا هنحط من كل واحده ابيض واحده شوكولاته، واحده ابيض واحده شوكولاته وهكذا. بصوا ادي اول واحده فردتها، هضمها على دي كده وهعمل التانية وهحطها هنا برضو. تمام؟ شايفين الشكل الرص عامل ازاي؟ هجيبهم بقى فوق بعضهم كده 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 اهو. شايفين الشكل اهو. واحاول اضمهم كده بحيث ان هم يلزقوا على بعض ويتماسكوا اهي. بصوا هنفضل نرولها كده في بعض، نضغط عليها ونفردها كده زي ما انتم شايفين. هتطول معانا جدا. بصوا اهي نفس الكلام هنا. بصوا بصوا ما شاء الله حجمها ازاي. هجيب بقى السكينه واقطعها نصين كده وهضمهم على بعض تاني كده. شايفه ازاي اهو. وهم بعض تاني كده بقى. بصوا اهي كده. شايفين شكلها بقى عامل ازاي. هجيب هنا ورقه زبده واحط العجينه بتاعتي كده اهي كده. شايفين كده. وهنقفل عليها. الخطوه دي بتحافظ عليها كويس جدا جدا. لو مش عندك ورق زبده عادي مش مشكله، بس الافضل نستخدم ورق الزبده. وهجيب الصاج اللي هحط فيه البسكويت دوت. البسكويت ده هيدخل فرن سابق التسخين درجه حراره 170. هيقعد حوالي من 30 ل 35 دقيقه ان شاء الله هيكون استوى. اهو احطه في الصاج وادخله على الفرن يستوي. هرجع اوريه لكم لما يطلع من الفرن. برد شويه وطلعت من ورق الزبده. بصوا تحفه جدا اهي. سيحت بقى شوكولاته. دي 200 جرام من الشوكولاته اللي هو القالب ال 200 جرام. سيحتها على حمام بخار وحطيت لها معلقتين من الزيت. هنزل بيها بقى على البسكويت بتاعنا كده وافردها كويس جدا كده. احاول اغطيه كله وعايزه الشوكولاته تجمل عليها وهنقطعها مع بعض. بجد تحفه، شكلها قمر قوي قوي قوي. بعد ما الشوكولاته جمدت بصوا تحفه. بصوا تحفه. بصوا ميكس بين البسكوت والكيك، حاجه كده خيال. شكرا لاخواتنا الجزائريين على الوصفه الخطيره دي. الوصفه دي جزائريه تحفه تحفه تحفه.
بجد خطيرة خطيرة خطيرة. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وأحلى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.